السلام عليكم. جربت تصحى من النوم وتقضي يومك على التليفون سكرول بلا هدف على كل مواقع السوشيال ميديا لحد ما تقضي اول ساعة في اليوم على السوشيال ميديا في اللاشيء، وانت فاكر كده انك بتملى فراغك او زي ما بنقول كده بتمشي الوقت عشان الزهق؟ لكن خليني اقولك انك غلطان. فعلى العكس تماما، ورغم ان الانسان بيبقى فاكر انه هيبقى مبسوط بفراغه، الا انه غلط تماما، لان النفس البشرية بتستمد قيمتها من اهدافها والاشياء الكبيرة اللي بتؤمن بيها. والدليل على كده ان اللي بيوصلوا لسن المعاش على الرغم من ان هما بيبقى عندهم وقت فراغ كبير، الا اننا بنلاحظ انهم بيبدأوا يحسوا بالاكتئاب والزهق الشديد جدا، رغم انهم كانوا زهقانين من الشغل برضو. لكن ده دليل على اللي احنا لسه قايلينه من شوية. ورغم ان ضغوط العمل بتقل، الا ان احنا بنبص بنلاقيهم في حالة نفسية صعبة لو ما شغلوش نفسهم. وهنا هقولك على نصيحة، او خليهم نصيحتين معلش. اول حاجة، مهما زادت الضغوط ما تسيبش العادات اللي بتحب تعملها. انا هنا بتكلم على الهوايات والحاجات الحلال، زي انك تتمشى، تصور، تقرأ، تحفظ، تتعلم حاجة جديدة بتحبها. تاني حاجة، اوعى ابدا تقعد فارغ، لان الفراغ لان تاني حاجة اوعى ابدا تقعد فارغ، لان الفراغ ده مستنقع، اكيد هيسحبك وهيوديك لمكان ما تحبش تروح له ابدا.